خليني اقول لك ان احنا النهارده قدام واحده من اقوى المجموعات اللي انا لعبت بيها في لعبه يوجيو دول لينكس. وبغض النظر بقى اذا كانت المجموعه معروفه او مش معروفه في العاب يوجي بشكل عام، خليني اقول لك ان دول لينكس في حته والعاب يوجي في حته تانية. السلام عليكم يا شباب، مقطع النهارده عن مجموعه السايرون او التايرون بقى ان كان اسمها ايه. المهم يعني باختصار جدا عايز اقول لك ان المجموعه دي حرفيا هي فيها كل حاجه اي حد ممكن يتمناها. يعني مثلا مجموعه سهله جدا في اللعب وقويه جدا لو بدات اول، وكمان قويه جدا لو بدات تاني، ومعاها مهاره مش بتمنعك من اي حاجه، اللي هو يعني تقدر تلعب ب3 لافا جولوم، 3 مثلا كايجو، 3 بيدت را، يعني كل اللي نفسك فيه ممكن تضيفه للمجموعه. ده غير ان نسبه البريك في المجموعه يعني الى حد ما يعتبر 0%، وده طبعا بيرجع على حسب الشكل اللي انت عامله. عايز اقول لك انك لو بدات تاني ومش ساحب اي ورقه خاصه بالمجموعه يعتبر ده مش بريك برضه، هتقدر تفعل الجزء الثاني من المهاره بعد كده الجزء الاول وتلعب تعمل فول كومبو عادي جدا. فاوكي يعني عشان مش عايز اطول كتير في المقدمه، خليني اول حاجه اوريك المجموعه واشرحها لك على السريع، بعد كده نروح نشوف المبارزات مع بعض. طيب ده شكل المجموعه اللي انا بلعب بيه، بلعب 20 ورقه، وعلى فكره تقدر تلعب حتى ب 30 ورقه عادي جدا. يعني مثلا تقدر تضيف كايجو، تقدر تضيف بيدت راع، ممكن تضيف فوربيدن دروبليت، ظبط المجموعه زي ما انت حابب. ممكن كمان تضيف هاند تراب زي درول، زي ديدي كرو، حاجات كتير جدا ممكن تعملها في المجموعه. طيب زي ما قلت لك كل وحوش المجموعه بتقدر تعمل لها سبيشال سامن، بس ده بشرط يكون عندك وحش في المقبره، لان السبيشال سامن ده بيكون عن طريق انك تتارجت وحش تايرون من المقبره وتعمل له اكويب للوحش اللي انت هتستدعيه. طيب بالنسبه بقى لقدرات الوحوش، عندك مثلا وحش زي ده عنده كوك افكت، بتقدر تفعلها وتعمل نيجيت لاي حاجه، يعني يعتبر الوحش ده نيجيت لاي حاجه بس نيجيت بدون تدمير. طيب الوحش ده قدرته تقدر تفعلها لو هو عندك في الملعب في الماستر زون، او لو هو حتى عندك في السبيل او تراب زون، يعني لو معمول له اكويب القدره بتاعته بيكتسبها الوحش اللي انت عامل له اكويب. وكل برضه الوحوش اللي عندها كوك افكت نفس الموضوع، وتقدر تستدعيها كلها بنفس الطريقه يعني. طيب الوحش ده بتقدر تعمل بيه سيرش على اي سبيل او تراب خاص بالمجموعه. بالنسبه للوحش ده بتقدر تعمل بيه سامن لوحش في السبيل او تراب زون. بالنسبه للوحش ده برضو عنده كوك افكت، بس القدره بتاعته بتتفعل في دور خصمك بس. طيب الكوك افكت بتاعته ايه؟ بتقدر تتارجت وحش سايرون عندك في السبيل او تراب زون وكارت تاني في ملعب خصمك وترجع الاثنين لايد صاحبهم. بالنسبه بقى للوحش ده برضو قدره النجيت بتاعته عشان تتفعل لازم بتبعت وحش سايرون سواء فيس اوف من الملعب او من ايدك للمقبره حتى لو الوحش ده نفسه. بالنسبه للوحش ده يعتبر حمايه من التدمير للوحوش السايرون اللي عندك في الملعب. الوحش ده عنده كوك افكت بقى بتتفعل في اي دور سواء دورك او دور خصمك، وهي انك بتقدر تتارجت وحش سايرون عندك في الملعب فيس اب وورقه في ملعب خصمك وتدمر الاثنين. طيب الفيلد كويس جدا، بتقدر تعمل بيه سيرش على اي وحش انت عايزه، ده غير انه يعتبر حمايه لوحوشك من انها تتدمر بالباتل. بالنسبه للورقه دي بتقدر تبعت وحش سايرون سواء بقى من ايدك او فيس اب في الملعب، اذا كان بقى وحش او حتى موجود في السبيل او تراب زون بتقدر تبعته للمقبره في المقابل انك بتسحب ورقتين. بالنسبه للتراب بتاع المجموعه قوي جدا طبعا، هو عنده قدرتين، يا اما هتعمل نيجيت يا اما هتعمل بانش لو قدره وحش عند خصمك اتفعلت، او ممكن تفعل الاثنين مع بعض. اللي انت مثلا خصمك فعل قدره وحش هتقدر تختار الاختيار الثالث وتعمله نيجيت وبانش في نفس الوقت. طبعا القدره دي بدون استهداف على فكره. طيب نيجي للوحش ده، على فكره تقدر تلعب منه بنسختين او نسخه، يعني مش شرط نسخه واحده. الوحش ده كويس جدا، هقول لك ليه. لانك بتقدر تستدعيه عن طريق انك تتارجت وحش او وحشين او 3 سايرون عندك في المقبره وتعمل له اكويب عندك في الملعب. طيب ده معناه ايه؟ انك كده باستخدام الوحش ده ممكن تتارجت ال3 وحوش الكوك افكت اللي عندك في المقبره اصلا، ويبقى عندك كده 3 قدرات كوك افكت باستخدام وحش واحد بس اللي هو ليفل 10. بس في الغالب انت مش هتعمل كده لان اصلا مش هيبقى عندك مكان في السبيل او تراب زون. هتقول لي ليه؟ هقول لك لانك هتحتاج مكانين فاضيين عشان تضيف تراب التاكيون الكاونتر تراب مع تراب المجموعه، وفي الغالب الوحش اللي هتعمل له اكويب هو الوحش ده لانه نيجيت لاي حاجه. طيب بالنسبه للمهاره، المهاره ليها جزئين. اول جزء لو بدات اول بتفعلها وتعمل سيرش او تبعت وحش للمقبره، زائد انك بتضيف ورقه من خارج مجموعتك، ورقه مهمه جدا على فكره لانها اصلا كمان بتبعت لك وحش للمقبره تقدر تكمل بيه الكومبو، وكمان بتقدر تستخدمها في حاجة تانية. الوحش ليفل 10 ده عنده قدرة جامدة جدا انك بتبعت ورقة السبيل اللي انا وريتها لك دي للمقبرة في المقابل انك بتدمر ملعب خصمك كله.
طيب تاني جزء من المهارة بتفعله لو خصمك عنده ورقة في الملعب. على فكرة تقدر تفعل الجزء التاني من المهارة لو انت بادئ الاول. هوريك ازاي اثناء المبارزات، وهوريك ازاي برضو في مبارزة ضد بوت عشان اوريك الكومبو فيها يعني. طيب الجزء التاني بتاع المهارة بيعمل ايه؟ بيخليك تضيف وحش سايرون من مجموعتك لايدك، وتبعت 3 وحوش او 3 اوراق سايرون من مجموعتك للمقبرة. مش شرط 3، ممكن تبعت 1 أو 2 بس، لكن انت في الغالب هتحتاج تبعت مثلا الوحوش الكوك افكت عشان تعمل لها اكويب. طيب عشان برضو الفيديو ما يبقاش طويل، خليني اوريك مبارزه على السريع كده، اوريك فيها كومبو المجموعه، بعد كده نروح نشوف المبارزات مع بعض. طيب هنا بدات اول حاجه اعملها افعل المهاره. ممكن اعمل سيرش او ممكن ابعت الوحش للمقبره. فانا هنا هعمل سيرش على الوحش ده. مهم جدا ان ابدا بيه، لانه زي ما قلت لك ان جيت لاي حاجه اعمل يس بحيث اضيفه لايدي. هتقول لي طب هتبتدي ازاي وما عندكش حاجه في المقبره؟ بالورقه دي اقدر افعلها وابعت وحش للمقبره. طبعا هتبعت ده لانك هتحتاج تعمل بيه سيرش تاني. الورقه دي على فكره متجدده، بس ما تقدرش تستخدم قدرتها التانيه في نفس الدور اللي استخدمت قدرتها. يعني في الدور الجاي اقدر اجددها تاني واضيفها لايدي، يعني اضيفها هي او وحش. هوريك اثناء المبارزات، او ممكن اوريك دلوقتي. طيب هتارجت الوحش ده، هحطه اكويب. بص هنا الوحش ده اكتسب قدره الوحش اللي معمول له اكويب. هو مش قدرته سيرش، هو قدره وحش الاكويب. هبعت الوحش نفسه للمقبره واعمل سيرش. انا في ايدي هنا، في ايدي ماشي الفيلد، فممكن اعمل سيرش على التراب طالما في ايدي الفيلد، او اعمل سيرش على الورقه اللي بتخليني اسحب ورقتين، على حسب انت حابب تعمل ايه. ممكن ما تضيفش التراب بتاع المجموعه وتعمل 2 اكويب، هي مش هتفرق يعني. طيب انا في ايدي الوحش ده بستخدمه، لازم استخدمه. لو مش في ايدي اقدر اسرش عليه بكذا طريقه، بس هو عشان في ايدي فهسرش على حاجه تانية مش هتفرق بقى. مثلا اسرش على ده برضو، وحش ليفل 10 ده هوريك تسرش عليه ازاي. اوكي هستدعي وحشي. ما تنساش انك في امان، لانك عندك هنا ان جيت لاي حاجه. فعل قدره الوحش هنا. عشان افعل قدره وحش لازم ابعت وحش للمقبره او ورقه للمقبره، فخليها ابعت ليفل 7. بعد كده استدعي الوحش ده. اوكي اكسيز 8. يا اخي التاكيون بقت ان يعني محرك لكل المجموعات تقريبا. مجموعه بتتلعب مع كل حاجه. سيرش. في طريقتين للكومبو. طريقه عاديه اللي تقريبا اغلب الناس بتلعبها، يعني انت عادي هتفعل قدره وحشك وتجيب التايتانيك. بعد كده الوحش ده ممكن تستدعيه في ملعبك وتكمل الكومبو عادي. ولكن في بقى طريقه تانية بتبقى احسن، انك تستدعي الوحش في ملعب خصمك. هتسرش عادي على الكاونتر تراب، طبعا مش هتعمل نجيت لنفسك. هنا خصمك بقى عنده ورقه في الملعب، فهتقدر تفعل الجزء التاني من المهاره. لو مش في ايدك وحش ليفل 10، وغالبا مش هيبقى في ايدك يعني لانك حاطط منه نسخه واحده، فالمفروض هتسرش عليه. بس هو عشان في ايدي، فانا هنا يعني ممكن اسرش على اي حاجه. يعني ممكن اسرش على ده، ممكن اسرش على ده، مش هتفرق. شوف انت محتاج ايه. انت محتاج وحش ليفل 8 تاني. بعد كده هتبعت 3 اوراق للمقبره، او ممكن ورقه واحده او ممكن ورقتين. فانت هتبعت الاوراق اللي محتاجها. هتحتاج الوحش ده تبعته عشان تعمل بيه اكويب، وهتحتاج وحش ليفل 7 تبعته، ووحش ليفل 7 التالت برضه بعته، بس هو عندي في المقبره يعني، فخلاص كفايه ورقتين. اوكي بعد كده استدعي اي وحش ليفل 8 مش هتفرق، واي اكويب. مثلا لو عندك الورقه اللي بتسحب ورقتين في ايدك، تقدر تعمل اكويب وتستخدم الوحش اللي معمول اكويب عشان تسحب ورقتين. طيب هنا المفروض عشان انا بس سرحت وانا بتكلم، المفروض كنت اعمل اكويب بالوحش ده. هتقول لي ليه؟ عشان استخدم قدرته وادمره لنفسي وادمر الورقه اللي انا حطيتها في الملعب، لاني مش عايز اسيبها عند خصمي. بس عادي يعني، حتى لو غلطت في دي مش مشكله، اقدر ادمره برضه. كده كده يعني انا هستخدم او هستدعي وحش ليفل 10. الوحش ده اقدر اعمل بيه 3 اكويب. يعني بص هنا انا عندي 3 وحوش اقدر استخدمهم ككويك افكت في الملعب. يعني بوحش واحد اقدر اعمل اكويب بالثلاث وحوش دول، وبكده هيكون عندي 3 قدرات كويك افكت. بس انا طبعا مش هعمل كده لاني عندي ترابين عايز اضيفهم. اوكي فانا هضيف اعمل اكويب للوحش ده اللي هو نجيت لاي حاجه. والمفروض عشان انا نسيت اعمل اكويب بده وادمر الوحش اللي في ملعب خصمي، فهجيبه حطه دفاع. والفيلد زي ما قلت لك حمايه ليك من التدمير. هنا هفعل قدره الوحش ده، هبعته بقى هو للمقبره، او هدمره وادمر الوحش اللي حطيته في ملعب خصمي. لو المجموعه بتاعت خصمك الوحش ده ممكن يضايقها، سيبه عادي، ممكن تسيبه له. اوكي ورقتين خلفيتين
والمفروض تنهي دورك. يعني ملعب قوي جدا، يعني حرفيا الملعب قوي جدا. عايز اوريك برضو القدره بتاعت السبيل من المقبره. السبيل ده بتقدر زي ما قلت لك هتفعل قدرته وهتعمل تارجت لوحش مثلا، وليكن الوحش ده. طيب عايز تضيف الوحش لايدك هتعمل يس، عايز تضيف السبيل لايدك هتعمل نو، هترجع السبيل لايدك والوحش للمجموعه. لو عملت يس هتعمل العكس. طيب اول حاجه تعملها هتفعل قدره وحشك وتدمر مثلا ملعب خصمك كله لو عنده اي شيء، انت عندك نيجيتات كتير، وبعد كده تهاجم وتنهي المبارزه. طيب المبارزه دي بدات اول بلعب ضد التاكيون. يعتبر الهاند مش افضل حاجه، بس عادي في ايدي اسرش وافعل المهاره. وزي ما قلت لك انا بفعل يعتبر الجزئين بتوع المهاره، فالموضوع هيتظبط يعني. هقدر اعمل فول كومبو عادي جدا. هنا ضفت الورقه اللي بتخليني اسحب ورقتين. على فكره محتاج لسه وحش ليفل 8 كمان عشان اعمل فول كومبو. اوكي، ضفت الجالاكسي تاكيون، استدعيته في ملعب خصمي عشان افعل الجزء التاني من المهاره. هنا ما لعبتش على الحظ، سحبت او سرشت على وحش ليفل 10. اوكي استدعيته. بعد كده هدمر الوحش والورقه التانية او الوحش التاني اسحب بيه ورقتين. سحبت وحشين ليفل 8 كويس جدا. اكسيس جبت اللورد، فعلت قدرة وحشي هجيب التايتانيك. بعد كده احط ورقتين خلفيتين وانهي دوري. اصلا هنا كان في ايده حاجات كتير. يعني طبعا هو ضاف اول حاجه السبيل، وكان هيبقى في ايده دروبلت وتقريبا بوك اوف مون كمان. نجيت لعب دروبلت، نجيت بالوحش اللي هو نجيت لاي حاجه، لعب بوك اوف مون، لعبت الكاونتر تراب. يعني كل حاجه اتعمل لها نجيت حرفيا. طيب لسه عنده مهاره، هيسرش على الوحش اللي يقدر يستدعيه من ايده، ولكن لسه عندي تراب المجموعه. بص انا هستخدم القدرتين بتوع التراب، نجيت وبنش. يلا بنش مع السلامه. هيعمل سيرش. تقريبا لسه كمان ما استخدمتش اللورد، استخدمته هنا عشان ما يستدعيش وحشه. يقدر يستدعيه في دوري بس عادي، لسه عندي نجيت برضو وعندي نجيت تاني. سبته يستدعيه. اوكي مش فارقه بقى معايا يعني ما رضيتش اضحي اقدر اعمل حاجات كتير، يعني اقدر اجيب وحوش الجالاكسي وادمر الوحش، اقدر اعمل مليون حاجه حرفيا. بس هنا دمرت الوحش باستخدام ليفل 10. بعد كده خلاص ملعبه فاضي، هاجمت ونهايه المبارزه. طيب هنا نفس الشخصيتين ضد بعض حرفيا. انا المبارزات دي كلها في نفس اليوم اللي عملت فيه اللايف. عايز اقول لك ان الرانك كله بيلعب بالشخصيه دي. طبعا هتقول لي ليه، هقول لك بيلفلوها. يعني في ناس كتير بتخش تلعب رانك بشخصيه مثلا عايز يلفلها، خصوصا ان في مجموعات كتير او مهارات كتير بتتلعب مع كل الشخصيات. زي مثلا خصمي هنا كان تراب تريكس، كان تراب تريكس تقريبا. اوكي في دي لافا جولوم. عايز اقول لك اني اغلب المبارزات اللي بداتها تاني في دي لافا جولوم. هقول لك ليه، عشان ببدا تاني، مش عشان ببدا تاني. لا ايه الذكاء ده عشان بلعب 20 ورقه. وحتى لو ما سحبتش لافا جولوم بقدر اضيف السبيل اللي بيخليني اسحب ورقتين باستخدام الجزء الاول من المهاره، وبقى نسبه سحبي ليه عاليه، لاني بعد ما افعل الجزئين بتوع المهاره بعمل سيرش وابعت وحوش للمقبره، فبفضي المجموعه، فغالبا بقدر اسحب لافا جولوم برضو. اوكي فول كومبو. لو ما قدرتش تضيف التراب زي ما قلت لك بتعمل 2 اكويب هي يعني التراب بانش ونيجيت. التراب قوي جدا، التراب بتاع المجموعه قوي جدا. بس لو ما قدرتش تضيفه تقدر تضيف، يعني بيبقى عندك اكويب نيجيت لاي حاجه، واكويب تاني مثلا تدمير او ترجع ورقه في ملعب خصمك لايده. فهي كده كده مش كقدرات، كعدد قدرات مش هينقص عندك. هنا اللي ساعده ان كان عنده نسختين من الفيلد، وانا بصراحه يعني بشوف الفيلد مع التراب تريكس مهم جدا، فلازم تنجته. فاضطريت اخسر عليه افكتين. بس مش هقول لك ان ده غلط، لان الفيلد مهم بالنسبه لي. اللي بشوف فيلد التراب تريكس مهم جدا. اوكي نجيت وبانش بقى. يلا السلامه. مجموعه قويه جدا، مجموعه قويه جدا. انا ما كنتش متوقع يعني لما كان نازل التسريبات بتاع اللعبه ان المجموعه دي نازله، ما كنتش متوقع ان هي هتكون بالقوه دي حرفيا. اوكي الوحش رجع،
بس بدون ماتيريال، عمل له فيس داون، ضاف تراب. عندي الوحش الاسطوري ده. لعبت لافا جولوم، رجعت السبيل، هدمر الملعب كله. بص ملعبه كله راح، ملعبه كله راح قبل ما تعمل اي حاجه، هتدمر الملعب كله، انت متخيل؟ بس يفضل يعني تجيب الوحش ده سواء بقى اكويب او وحش في الملعب، بحيث يكون عندك نيجيت زي ما يحصل دلوقتي. نيجيت للتراب ما قدرش يستدعي حاجه، وكملت هجوم ونهايه المبارزه. طيب المبارزه دي بلعب ضد الجالاكسي. ضاف الجالاكسي عشان يفعل المهاره طبعا. اوكي، هيعمل فول كومبو. خليني برضو اجري الكومبو شويه. اوكي اخيرا طبعا استخدم الورقه دي فخسر 2000 نقطه حياه. بس هيبقى عنده 3 وحوش و3 اوراق خلفيه، اللي هو مفيش اقوى من كده بصراحه. انا عندي لافا جولوم. على فكره الكاونتر تراب يقدر يفعله عادي عشان عنده وحش جالاكسي هنا. اوكي، فعلت الجزئين بتوع المهاره. هلعب الفيلد، عملت سيرش كمان، بحاول اخليه يستخدم اي نيجيت او اي حاجه من الاوراق الخلفيه. هو دمر لي الوحش على طول، ما استخدمتش قدره النيجيت على فكره، استخدم الكاونتر تراب. منعت، هو كان عارف تقريبا الوحش ده رخم، بس هو كان ماشي عموما. اوكي. استخدم دروبلت قبل ما دمرها، خلاص يعني خليته يستخدم كل حاجه حرفيا. هو لسه عنده حمايه في ايده على فكره، وحش الحمايه لما باجي هاجم. فجبت التاكيون طبعا وهضيف الكاونتر تراب. ضفت الوحش في ملعبه هو، ضفت الكاونتر تراب عشان اعمل نجيت للوحش اللي في ايده. اوكي، ضفت تراب المجموعه، هاجم، فعلت قدره وحشي. طبعا نجيت للوحش اللي في ايده بالكاونتر تراب، وهكمل الهجوم. وحش 10700 نقطة بسبب وحش اللينك، وهو أصلا 2000 نقطة بس. فهاجمت، حتى لو 4000 كان خسر، يعني حتى لو نقط حياته 4000 كان خسر برضه. طيب المبارزة دي بلعب ضد البلو ايز برضه، بدأ أول وبدأ فول كومبو، بيلعب المجموعة مع التاكيون. فخليني أجري الكومبو. طيب هنا هستدعي وحش التاكيون في ملعبي، وهعمل سيرش على الكاونتر تراب. حبيت بس أقول لك الحتة دي. في دي لافا جولوم، عشان كده بقول لك يعني هي المجموعه تقدر تلعبها 30 ورقه عادي، ونسبه البريك فيها هتبقى يعني تعتبر صفر برضو، فتقدر تضيف اللي انت عايزه. بس انا خصوصا ضد الميتا بتاعت دلوقتي، يعني بفضل العب بمجموعه صغيره طالما المجموعه تسمح لي بكده. يعني المجموعه اللي قدامك دي اللي انا بلعب بيها مش محتاجه تلعب 30 ورقه، بس عادي براحتك. انا بحب العب مجموعه صغيره عشان ضايف 3 لافا جولوم، يبقى نسبه سحبي ليه تكون عاليه. عايز اقول لك اغلب المبارزات اللي بدات فيها تاني كان في ايدي لافا جولوم حرفيا. اوكي، عنده التيميت فيوجن عادي جدا، ما عنديش مشكله، وفعل قدره وحشه. هو المفروض يعني بصوا هيفعل بعد كده التراب، يعني كان المفروض جاب وحشه بعد كده فعل قدره الوحش بتاعه، بحيث وحش البلو ايز اللي هيجيبه برضو يكون محمي. بس عادي انا عنهي المبارزه في الدور ده، دمرت الملعب كله ما عدا الوحش ده. اقدر ابعته للمقبره باستخدام وحش الاوركست. هجيب وحش ليفل 8 كمان، اكسيز. بعد كده هجيب الاوركست، هبعت وحشه للمقبره طبعا بدون استهداف. بعد كده كملت هجوم عادي جدا ونهيت المبارزه. طيب المبارزه دي بلعب ضد السورد سول. واخدين بالكم من حاجه؟ لافا جولوم بص مش مفارقني حرفيا. جري الكومبو، وبرضه بدأ فول كومبو. اوكي اخيرا جاب 3 وحوش كويك افكت. طبعا بلع لافا جولوم، لسه عنده ورقه خلفيه. كان عندي احساس بيقول لي الورقه الخلفيه دي التراب بتاع المجموعه، فهو فعلا طلعت تقريبا التراب بتاع المجموعه. ما يقدرش يفعله خلاص. عنده نيجيت عنده نيجيت بس مش فارق معايا، يعني دمرت الملعب كله. هو طلع تراب المجموعه. سيرش خلاص، هي المبارزه حرفيا خلصت قبل ما تبدا. هي خلصت بلافا جولوم. عشان كده بقول لك اي مجموعه بتسمح لك تلعب بلافا جولوم ويكون فيها سحب، انا بشوفها يعني من اقوى المجموعات الموجوده دلوقتي. هو غالبا لافا جولوم وكايجو يعني هيتضربوا ده في الغالب يعني.